كل جديد. جوهرة برشلونة وأصغر لاعب لعب في تاريخ برشلونة، والده مدريدي يوري لابورتا، ومنتخب المغرب على موعد مع موهبته. ولا يخفى هذا الأمر بتاتا أن المعجزة المغربية بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك مع الفريق الأول بعمر 15 عاما، ولكن عمره ليس السبب الوحيد الذي يلفت الأنظار إليه ويجعله محط مراقبة الصحف العالمية وكبار الأندية الأوروبية بما يقدم بهذا العمر الصغير داخل الملعب. أسلوبه لا يعكس بتاتا عمره ونضجه الكروي، وطريقة اتخاذه للقرارات داخل الملعب تدل على ولادة موهبة كبيرة جدا. يجب أن يحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة ليحصنها من أي أطماع منافسة. وصفه مدرب تشافي هرنانديز بأنه اللاعب الذي سيجسد حقبة جديدة في برشلونة، وأنه سعيد بما يقدمه. Alamín, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no? من هو يمين لامان؟ وهل سيستفيد منه المنتخب المغربي ويتمكن من ضمه ليمثل منتخب الأسود الأطلس عوضا عن منتخب إسبانيا؟ ولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم غينية، ولذلك يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية. سبق للاعب الشاب المشاركة مع منتخب لاروخا تحت 19 عاما دون تمثيل المنتخب الأول، ما يجعله متاحا للعب مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم. وفي أحدث التطورات بشأن المنتخب الذي سيمثله، يبدو أن يامال يميل أكثر للمنتخب المغربي، في ظل أخبار عديدة تشير إلى أن الجامعة المغربية كانت تتابع الكتب منذ مدة. يشكل والد الأمين مصدر خوف ورعب للإدارة الكتالونية لأنه يميل إلى ريال مدريد، ومؤخرا كشف أحد الصحفيين الإسبان أن ريال مدريد يريد التوقيع معه مستقبلا، وهو ما يدفع برشلونة لتحسين اللاعب بأول عقد احترافي مع قيمة كسر العقد. رغم صغر سنه، لكنه تسبب يامال في مشاكل كبرى مبكرا، كانت أثناء تمثيله المنتخب الإسباني تحت 17 عاما، حيث اشتبك مع زملاء له من أتلتيكو وريال مدريد. ورغم تألقه مع المنتخب، لكن قرار برشلونة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني وقتها إيقاف اللاعب ل4 مباريات، العقوبة التي تقبلها وأقر بالخطأ الذي ارتكبه. يلعب يامال في كل مراكز الهجوم تقريبا، لكنه يفضل الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي، حيث يبدع بقدمه اليسرى. ومن هنا المقارنات مع البرغوث الأرجنتيني بالأخص، عندما صرح المدرب تشافي هرنانديز أن يامال سيجسد حقبة جديدة في برشلونة. إيفان دي لافينيا لاعب برشلونة السابق والوكيل الحالي هو من اكتشف يامال وأدار أعماله، ولكن عين مينديش الخبيرة التقطته، وحاليا يفاوض نادي على أول عقد احترافي سيوقعه في مشواره. مرحبا بكم فين ما كنتو، ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا وصلكم كل جديد. جوهرة برشلونة وأصغر لاعب لعب في تاريخ برشلونة، والده مدريدي يوري لابورتا، ومنتخب المغرب على موعد مع موهبته. ولا يخفى هذا الأمر بتاتا أن المعجزة المغربية بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك مع الفريق الأول بعمر 15 عاما، ولكن عمره ليس السبب الوحيد الذي يلفت الأنظار إليه ويجعله محط مراقبة الصحف العالمية وكبار الأندية الأوروبية بما يقدم بهذا العمر الصغير داخل الملعب. أسلوبه لا يعكس بتاتا عمره ونضجه الكروي، وطريقة اتخاذه للقرارات داخل الملعب تدل على ولادة موهبة كبيرة جدا. يجب أن يحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة ليحصنها من أي أطماع منافسة. وصفه مدرب تشافي هرنانديز بأنه اللاعب الذي سيجسد حقبة جديدة في برشلونة، وأنه سعيد بما يقدمه. Alamín, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto,
he pensado que era lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no? من هو يميل لامان؟ وهل سيستفيد منه المنتخب المغربي ويتمكن من ضمه ليمثل منتخب الأسود الأطلس عوضا عن منتخب إسبانيا؟ ولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم غينية، ولذلك يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية. سبق للاعب الشاب المشاركة مع منتخب لاروخا تحت 19 عاما دون تمثيل المنتخب الأول، ما يجعله متاحا للعب مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم. وفي أحدث التطورات بشأن المنتخب الذي سيمثله، يبدو أن يامال يميل أكثر للمنتخب المغربي في ظل أخبار عديدة تشير إلى أن الجامعة المغربية كانت تتابع الكتب منذ مدة. يشكل والد الأمين مصدر خوف ورعب للإدارة الكتالونية لأنه يميل إلى ريال مدريد، ومؤخرا كشف أحد الصحفيين الإسبان أن ريال مدريد يريد التوقيع معه مستقبلا، وهو ما يدفع برشلونة لتحسين اللاعب بأول عقد احترافي مع قيمة كسر العقد. رغم صغر سنه، لكنه تسبب يامال في مشاكل كبرى مبكرا، كانت أثناء تمثيله المنتخب الإسباني تحت 17 عاما، حيث اشتبك مع زملاء له من أتلتيكو وريال مدريد. ورغم تألقه مع المنتخب، لكن قرار برشلونة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني وقتها إيقاف اللاعب ل4 مباريات، العقوبة التي تقبلها وأقر بالخطأ الذي ارتكبه. يلعب يامال في كل مراكز الهجوم تقريبا، لكنه يفضل الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي، حيث يبدع بقدمه اليسرى. ومن هنا المقارنات مع البرغوث الأرجنتيني بالأخص، عندما صرح المدرب تشافي هرنانديز أن يامال سيجسد حقبة جديدة في برشلونة. إيفان دي لابينيا لاعب برشلونة السابق والوكيل الحالي هو من اكتشف يامال وأدار أعماله، ولكن عين مينديش الخبيرة التقطته، وحاليا يفاوض نادي على أول عقد احترافي سيوقعه في مشواره. وصار لعب في تاريخ برشلونة، والده مدريدي يريب لابورتا، ومنتخب المغرب على موعد مع موهبته. ولا يخفى هذا الأمر بتاتا أن المعجزة المغربية بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة، يشارك مع الفريق الأول بعمر 15 عاما، ولكن عمره ليس السبب الوحيد الذي يلفت الأنظار إليه ويجعله محط مراقبة الصحف العالمية وكبار الأندية الأوروبية بما يقدمه بهذا العمر الصغير داخل الملعب. أسلوبه لا يعكس بتاتا عمره ونضجه الكروي، وطريقة اتخاذه للقرارات داخل الملعب تدل على ولادة موهبة كبيرة جدا. يجب أن يحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة ليحصنها من أي أطماع منافسة. وصفه مدرب تشافي هرنانديز بأنه اللاعب الذي سيجسد حقبة جديدة في برشلونة، وأنه سعيد بما يقدمه. Alamín, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que era lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no? من هو يميل لامان؟ وهل سيستفيد منه المنتخب المغربي ويتمكن من ضمه ليمثل منتخب الأسود الأطلس عوضا عن منتخب إسبانيا؟ ولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم غينية، ولذلك يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية. سبق للاعب الشاب المشاركة مع منتخب لاروخا تحت 19 عاما دون تمثيل المنتخب الأول، ما يجعله متاحا للعب مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم. وفي أحدث التطورات بشأن المنتخب الذي سيمثله، يبدو أن يامال يميل أكثر للمنتخب المغربي في ظل أخبار عديدة تشير إلى أن الجامعة المغربية كانت تتابع الكتب منذ مدة. يشكل والد الأمين مصدر خوف ورعب للإدارة الكتالونية لأنه يميل إلى ريال مدريد، ومؤخرا كشف أحد الصحفيين الإسبان أن ريال مدريد يريد التوقيع معه مستقبلا، وهو ما يدفع برشلونة لتحسين اللاعب بأول عقد احترافي مع قيمة كسر العقد. رغم صغر سنه، لكنه تسبب يامال في مشاكل كبرى مبكرا، كانت أثناء تمثيله المنتخب الإسباني
تحت 17 عاما، حيث اشتبك مع زملاء له من أتلتيكو وريال مدريد. ورغم تألقه مع المنتخب، لكن قرار برشلونة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني وقتها إيقاف اللاعب ل4 مباريات، العقوبة التي تقبلها وأقر بالخطأ الذي ارتكبه. يلعب يامال في كل مراكز الهجوم تقريبا، لكنه يفضل الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي، حيث يبدع بقدمه اليسرى. ومن هنا المقارنات مع البرغوث الأرجنتيني بالأخص، عندما صرح المدرب تشافي هرنانديز أن يامال سيجسد حقبة جديدة في برشلونة. إيفان دي لابينيا لاعب برشلونة السابق والوكيل الحالي هو من اكتشف يامال وأدار أعماله، ولكن عين مينديش الخبيرة التقطته، وحاليا يفاوض نادي على أول عقد احترافي سيوقعه في مشواره. جوهرة برشلونة وأصغر لاعب لعب في تاريخ برشلونة، والده مدريدي يوريبو لابورتا، ومنتخب المغرب على موعد مع موهبته. ولا يخفى هذا الأمر بتاتا أن المعجزة المغربية بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة، يشارك مع الفريق الأول بعمر 15 عاما، ولكن عمره ليس السبب الوحيد الذي يلفت الأنظار إليه ويجعله محط مراقبة الصحف العالمية وكبار الأندية الأوروبية بما يقدمه بهذا العمر الصغير داخل الملعب. أسلوبه لا يعكس بتاتا عمره ونضجه الكروي، وطريقة اتخاذه للقرارات داخل الملعب تدل على ولادة موهبة كبيرة جدا. يجب أن يحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة ليحصنها من أي أطماع منافسة. وصفه مدرب تشافي هرنانديز بأنه اللاعب الذي سيجسد حقبة جديدة في برشلونة، وأنه سعيد بما يقدمه. Alamín, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no? من هو يمين لامان؟ وهل سيستفيد منه المنتخب المغربي ويتمكن من ضمه ليمثل منتخب الأسود الأطلس عوضا عن منتخب إسبانيا؟ ولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم غينية، ولذلك يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية. سبق للاعب الشاب المشاركة مع منتخب لاروخا تحت 19 عاما دون تمثيل المنتخب الأول، ما يجعله متاحا للعب مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم. وفي أحدث التطورات بشأن المنتخب الذي سيمثله، يبدو أن يامال يميل أكثر للمنتخب المغربي، في ظل أخبار عديدة تشير إلى أن الجامعة المغربية كانت تتابع الكاتا منذ مدة. يشكل والد لامين مصدر خوف ورعب للإدارة الكتالونية، لأنه يميل إلى ريال مدريد، ومؤخرا كشف أحد الصحفيين الإسبان أن ريال مدريد يريد التوقيع معه مستقبلا، وهو ما يدفع برشلونة لتحسين اللاعب بأول عقد احترافي مع قيمة كسر العقد. رغم صغر سنه، لكنه تسبب يامال في مشاكل كبرى مبكرا، كانت أثناء تمثيله المنتخب الإسباني تحت 17 عاما، حيث اشتبك مع زملاء له من أتلتيكو وريال مدريد. ورغم تألقه مع المنتخب، لكن قرار برشلونة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني وقتها إيقاف اللاعب ل4 مباريات، العقوبة التي تقبلها وأقر بالخطأ الذي ارتكبه. يلعب يامال في كل مراكز الهجوم تقريبا، لكنه يفضل الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي، حيث يبدع بقدمه اليسرى. ومن هنا المقارنات مع البرغوث الأرجنتيني بالأخص، عندما صرح المدرب تشافي هرنانديز أن يامال سيجسد حقبة جديدة في برشلونة. إيفان دي لابينيا لاعب برشلونة السابق والوكيل الحالي هو من اكتشف يامال وأدار أعماله، ولكن عين مينديش الخبيرة التقطته، وحاليا يفاوض نادي على أول. جوهرة برشلونة وأصغر لاعب لعب في تاريخ برشلونة، والده مدريدي يوريبو لابورتا، ومنتخب المغرب على موعد مع موهبته. ولا يخفى هذا الأمر بتاتا أن المعجزة المغربية بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة، يشارك مع الفريق الأول بعمر 15 عاما، ولكن عمره ليس السبب الوحيد الذي يلفت الأنظار إليه ويجعله محط مراقبة الصحف العالمية وكبار الأندية الأوروبية
بما يقدمه بهذا العمر الصغير داخل الملعب. أسلوبه لا يعكس بتاتا عمره ونضجه الكروي، وطريقة اتخاذه للقرارات داخل الملعب تدل على ولادة موهبة كبيرة جدا. يجب أن يحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة ليحصنها من أي أطماع منافسة. وصفه مدرب تشافي هيرنانديز بأنه اللاعب الذي سيجسد حقبة جديدة في برشلونة، وأنه سعيد بما يقدمه. Lamine, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no? من هو يمين لامان؟ وهل سيستفيد منه المنتخب المغربي ويتمكن من ضمه ليمثل منتخب الأسود الأطلس عوضا عن منتخب إسبانيا؟ ولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم غينية، ولذلك يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية. سبق للاعب الشاب المشاركة مع منتخب لاروخا تحت 19 عاما دون تمثيل المنتخب الأول، ما يجعله متاحا للعب مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم. وفي أحدث التطورات بشأن المنتخب الذي سيمثله، يبدو أن يامال يميل أكثر للمنتخب المغربي، في ظل أخبار عديدة تشير إلى أن الجامعة المغربية كانت تتابعه الكتب منذ مدة. يشكل والد لامين مصدر خوف ورعب للإدارة الكتالونية، لأنه يميل إلى ريال مدريد، ومؤخرا كشف أحد الصحفيين الإسبان أن ريال مدريد يريد التوقيع معه مستقبلا، وهو ما يدفع برشلونة لتحسين اللاعب بأول عقد احترافي مع قيمة كسر العقد. رغم صغر سنه، لكنه تسبب يامال في مشاكل كبرى مبكرا، كانت أثناء تمثيله المنتخب الإسباني تحت 17 عاما، حيث اشتبك مع زملاء له من أتلتيكو وريال مدريد. ورغم تألقه مع المنتخب، لكن قرار برشلونة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني وقتها إيقاف اللاعب ل4 مباريات، العقوبة التي تقبلها وأقر بالخطأ الذي ارتكبه. يلعب يامال في كل مراكز الهجوم تقريبا، لكنه يفضل الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي، حيث يبدع بقدمه اليسرى. ومن هنا المقارنات مع البرغوث الأرجنتيني بالأخص، عندما صرح المدرب تشافي هرنانديز أن يامال سيجسد حقبة جديدة في برشلونة. إيفان دي لابينيا لاعب برشلونة السابق والوكيل الحالي هو من اكتشف يامال وأدار أعماله، ولكن عين مينديش الخبيرة التقطته، وحاليا يفاوض نادي على أول عقد احترافي سيوقعه في مشواره. مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا وصلكم كل جديد. جوهرة برشلونة وأصغر لاعب لعب في تاريخ برشلونة، والده مدريدي يوريبو لابورتا، ومنتخب المغرب على موعد مع موهبته. ولا يخفى هذا الأمر بتاتا أن المعجزة المغربية بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة، يشارك مع الفريق الأول بعمر 15 عاما، ولكن عمره ليس السبب الوحيد الذي يلفت الأنظار إليه ويجعله محط مراقبة الصحف العالمية وكبار الأندية الأوروبية، بما يقدمه بهذا العمر الصغير داخل الملعب. أسلوبه لا يعكس بتاتا عمره ونضجه الكروي، وطريقة اتخاذه للقرارات داخل الملعب تدل على ولادة موهبة كبيرة جدا. يجب أن يحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة ليحصنها من أي أطماع منافسة. وصفه مدرب تشافي هيرنانديز بأنه اللاعب الذي سيجسد حقبة جديدة في برشلونة، وأنه سعيد بما يقدمه. Lamine, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no? من هو يمين لامان؟ وهل سيستفيد منه المنتخب المغربي ويتمكن من ضمه ليمثل منتخب الأسود الأطلس عوضا عن منتخب إسبانيا؟ ولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم غينية، ولذلك يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية. سبق للاعب الشاب المشاركة مع منتخب لاروخا تحت 19 عاما دون تمثيل المنتخب الأول،
ما يجعله متاحا للعب مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم. وفي أحدث التطورات بشأن المنتخب الذي سيمثله، يبدو أن يامال يميل أكثر للمنتخب المغربي، في ظل أخبار عديدة تشير إلى أن الجامعة المغربية كانت تتابع الكتب منذ مدة. يشكل والد لامين مصدر خوف ورعب للإدارة الكتالونية، لأنه يميل إلى ريال مدريد، ومؤخرا كشف أحد الصحفيين الإسبان أن ريال مدريد يريد التوقيع معه مستقبلا، وهو ما يدفع برشلونة لتحسين اللاعب بأول عقد احترافي مع قيمة كسر العقد. رغم صغر سنه، لكنه تسبب يامال في مشاكل كبرى مبكرا، كانت أثناء تمثيله المنتخب الإسباني تحت 17 عاما، حيث اشتبك مع زملاء له من أتلتيكو وريال مدريد. ورغم تألقه مع المنتخب، لكن قرار برشلونة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني وقتها إيقاف اللاعب ل4 مباريات، العقوبة التي تقبلها وأقر بالخطأ الذي ارتكبه. يلعب يامال في كل مراكز الهجوم تقريبا، لكنه يفضل الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي، حيث يبدع بقدمه اليسرى. ومن هنا المقارنات مع البرغوث الأرجنتيني بالأخص، عندما صرح المدرب تشافي هرنانديز أن يامال سيجسد حقبة جديدة في برشلونة. إيفان دي لابينيا لاعب برشلونة السابق والوكيل الحالي هو من اكتشف يامال وأدار أعماله، ولكن عين مينديش الخبيرة التقطته، وحاليا يفاوض نادي على أول عقد احترافي سيوقعه في مشواره. مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا وصلكم كل جديد. جوهرة برشلونة وأصغر لاعب في تاريخ برشلونة، والده مدريدي يوريبو لابورتا، ومنتخب المغرب على موعد مع موهبته. ولا يخفى هذا الأمر بتاتا أن المعجزة المغربية بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة، يشارك مع الفريق الأول بعمر 15 عاما، ولكن عمره ليس السبب الوحيد الذي يلفت الأنظار إليه ويجعله محط مراقبة الصحف العالمية وكبار الأندية الأوروبية بما يقدمه بهذا العمر الصغير داخل الملعب. أسلوبه لا يعكس بتاتا عمره ونضجه الكروي، وطريقة اتخاذه للقرارات داخل الملعب تدل على ولادة موهبة كبيرة جدا. يجب أن يحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة ليحصنها من أي أطماع منافسة. وصفه مدرب تشافي هرنانديز بأنه اللاعب الذي سيجسد حقبة جديدة في برشلونة، وأنه سعيد بما يقدمه. A Lamine, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no? من هو يمين لامان؟ وهل سيستفيد منه المنتخب المغربي ويتمكن من ضمه ليمثل منتخب الأسود الأطلس عوضا عن منتخب إسبانيا؟ ولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم غينية، ولذلك يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية. سبق للاعب الشاب المشاركة مع منتخب لاروخا تحت 19 عاما دون تمثيل المنتخب الأول، ما يجعله متاحا للعب مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم. وفي أحدث التطورات بشأن المنتخب الذي سيمثله، يبدو أن يامال يميل أكثر للمنتخب المغربي، في ظل أخبار عديدة تشير إلى أن الجامعة المغربية كانت تتابع الكتب منذ مدة. يشكل والد لامين مصدر خوف ورعب للإدارة الكتالونية، لأنه يميل إلى ريال مدريد، ومؤخرا كشف أحد الصحفيين الإسبان أن ريال مدريد يريد التوقيع معه مستقبلا، وهو ما يدفع برشلونة لتحسين اللاعب بأول عقد احترافي مع قيمة كسر العقد. رغم صغر سنه، لكنه تسبب يامال في مشاكل كبرى مبكرا، كانت أثناء تمثيله المنتخب الإسباني تحت 17 عاما، حيث اشتبك مع زملاء له من أتلتيكو وريال مدريد. ورغم تألقه مع المنتخب، لكن قرار برشلونة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني وقتها إيقاف اللاعب ل4 مباريات، العقوبة التي تقبلها وأقر بالخطأ الذي ارتكبه.
يلعب يامال في كل مراكز الهجوم تقريبا، لكنه يفضل الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي، حيث يبدع بقدمه اليسرى. ومن هنا المقارنات مع البرغوث الأرجنتيني بالأخص، عندما صرح المدرب تشافي هرنانديز أن يامال سيجسد حقبة جديدة في برشلونة. إيفان دي لابينيا لاعب برشلونة السابق والوكيل الحالي هو من اكتشف يامال وأدار أعماله، ولكن عين مينديش الخبيرة التقطته، وحاليا يفاوض نادي على أول عقد احترافي سيوقعه في مشواره. مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا وصلكم كل جديد. جوهرة برشلونة وأصغر لاعب لعب في تاريخ برشلونة، والده مدريدي يوريبو لابورتا، ومنتخب المغرب على موعد مع موهبته. ولا يخفى هذا الأمر بتاتا أن المعجزة المغربية بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة، يشارك مع الفريق الأول بعمر 15 عاما، ولكن عمره ليس السبب الوحيد الذي يلفت الأنظار إليه ويجعله محط مراقبة الصحف العالمية وكبار الأندية الأوروبية بما يقدمه بهذا العمر الصغير داخل الملعب. أسلوبه لا يعكس بتاتا عمره ونضجه الكروي، وطريقة اتخاذه للقرارات داخل الملعب تدل على ولادة موهبة كبيرة جدا. يجب أن يحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة ليحصنها من أي أطماع منافسة. وصفه مدرب تشافي هرنانديز بأنه اللاعب الذي سيجسد حقبة جديدة في برشلونة، وأنه سعيد بما يقدمه. Alamín, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no? من هو يمين لامان؟ وهل سيستفيد منه المنتخب المغربي ويتمكن من ضمه ليمثل منتخب الأسود الأطلس عوضا عن منتخب إسبانيا؟ ولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم غينية، ولذلك يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية. سبق للاعب الشاب المشاركة مع منتخب لاروخا تحت 19 عاما دون تمثيل المنتخب الأول، ما يجعله متاحا للعب مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم. وفي أحدث التطورات بشأن المنتخب الذي سيمثله، يبدو أن يامال يميل أكثر للمنتخب المغربي، في ظل أخبار عديدة تشير إلى أن الجامعة المغربية كانت تتابعه الكتب منذ مدة. يشكل والد لامين مصدر خوف ورعب للإدارة الكتالونية، لأنه يميل إلى ريال مدريد، ومؤخرا كشف أحد الصحفيين الإسبان أن ريال مدريد يريد التوقيع معه مستقبلا، وهو ما يدفع برشلونة لتحسين اللاعب بأول عقد احترافي مع قيمة كسر العقد. رغم صغر سنه، لكنه تسبب يامال في مشاكل كبرى مبكرا، كانت أثناء تمثيله المنتخب الإسباني تحت 17 عاما، حيث اشتبك مع زملاء له من أتلتيكو وريال مدريد. ورغم تألقه مع المنتخب، لكن قرار برشلونة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني وقتها إيقاف اللاعب ل4 مباريات، العقوبة التي تقبلها وأقر بالخطأ الذي ارتكبه. يلعب يامال في كل مراكز الهجوم تقريبا، لكنه يفضل الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي، حيث يبدع بقدمه اليسرى. ومن هنا المقارنات مع البرغوث الأرجنتيني بالأخص، عندما صرح المدرب تشافي هرنانديز أن يامال سيجسد حقبة جديدة في برشلونة. إيفان دي لابينيا لاعب برشلونة السابق والوكيل الحالي هو من اكتشف يامال وأدار أعماله، ولكن عين مينديش الخبيرة التقطته، وحاليا يفاوض نادي على أول عقد احترافي سيوقعه في مشواره. مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا وصلكم كل جديد. جوهرة برشلونة وأصغر لاعب لعب في تاريخ برشلونة، والده مدريدي يوريبو لابورتا، ومنتخب المغرب على موعد مع موهبته. ولا يخفى هذا الأمر بتاتا أن المعجزة المغربية بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة،
يشارك مع الفريق الأول بعمر 15 عاما، ولكن عمره ليس السبب الوحيد الذي يلفت الأنظار إليه ويجعله محط مراقبة الصحف العالمية وكبار الأندية الأوروبية بما يقدمه بهذا العمر الصغير داخل الملعب. أسلوبه لا يعكس بتاتا عمره ونضجه الكروي، وطريقة اتخاذه للقرارات داخل الملعب تدل على ولادة موهبة كبيرة جدا. يجب أن يحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة ليحصنها من أي أطماع منافسة. وصفه مدرب تشافي هرنانديز بأنه اللاعب الذي سيجسد حقبة جديدة في برشلونة وأنه سعيد بما يقدمه. A Lamine, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no? من هو يمين لامان؟ وهل سيستفيد منه المنتخب المغربي ويتمكن من ضمه ليمثل منتخب الأسود الأطلس عوضا عن منتخب إسبانيا؟ ولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم غينية، ولذلك يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية. سبق للاعب الشاب المشاركة مع منتخب لاروخا تحت 19 عاما دون تمثيل المنتخب الأول، ما يجعله متاحا للعب مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم. وفي أحدث التطورات بشأن المنتخب الذي سيمثله، يبدو أن يامال يميل أكثر للمنتخب المغربي في ظل أخبار عديدة تشير إلى أن الجامعة المغربية كانت تتابع الكتب منذ مدة. يشكل والد لامين مصدر خوف ورعب للإدارة الكتالونية لأنه يميل إلى ريال مدريد، ومؤخرا كشف أحد الصحفيين الإسبان أن ريال مدريد يريد التوقيع معه مستقبلا، وهو ما يدفع برشلونة لتحسين اللاعب بأول عقد احترافي مع قيمة كسر العقد. رغم صغر سنه، لكنه تسبب يامال في مشاكل كبرى مبكرا، كانت أثناء تمثيله المنتخب الإسباني تحت 17 عاما، حيث اشتبك مع زملاء له من أتلتيكو وريال مدريد. ورغم تألقه مع المنتخب، لكن قرار برشلونة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني وقتها إيقاف اللاعب ل4 مباريات، العقوبة التي تقبلها وأقر بالخطأ الذي ارتكبه. يلعب يامال في كل مراكز الهجوم تقريبا، لكنه يفضل الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي، حيث يبدع بقدمه اليسرى. ومن هنا المقارنات مع البرغوث الأرجنتيني بالأخص، عندما صرح المدرب تشافي هرنانديز أن يامال سيجسد حقبة جديدة في برشلونة. إيفان دي لابينيا لاعب برشلونة السابق والوكيل الحالي هو من اكتشف يامال وأدار أعماله، ولكن عين مينديش الخبيرة التقطته، وحاليا يفاوض نادي على أول عقد احترافي سيوقعه في مشواره. مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا وصلكم كل جديد. جوهرة برشلونة وأصغر لاعب لعب في تاريخ برشلونة، والده مدريدي يوري لابورتا، ومنتخب المغرب على موعد مع موهبته. ولا يخفى هذا الأمر بتاتا أن المعجزة المغربية بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة، يشارك مع الفريق الأول بعمر 15 عاما، ولكن عمره ليس السبب الوحيد الذي يلفت الأنظار إليه ويجعله محط مراقبة الصحف العالمية وكبار الأندية الأوروبية بما يقدمه بهذا العمر الصغير داخل الملعب. أسلوبه لا يعكس بتاتا عمره ونضجه الكروي، وطريقة اتخاذه للقرارات داخل الملعب تدل على ولادة موهبة كبيرة جدا. يجب أن يحاول برشلونة بكل ما أوتي من قوة ليحصنها من أي أطماع منافسة. وصفه مدرب تشافي هرنانديز بأنه اللاعب الذي سيجسد حقبة جديدة في برشلونة وأنه سعيد بما يقدمه. A Lamine, ¿no? Ha entrenado y ha hecho entrenos maravillosos, ¿no? Por lo tanto, he pensado que lo mejor era ponerlo en la lista, ¿no? من هو يمين لامان؟ وهل سيستفيد منه المنتخب المغربي ويتمكن من ضمه ليمثل منتخب الأسود الأطلس عوضا عن منتخب إسبانيا؟ ولد يامال في إسبانيا لأب مغربي وأم غينية،
ولذلك يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية. سبق للاعب الشاب المشاركة